السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. يا جماعة رجعت لكم بالجانب الأسود، ولكن هذه المرة سألتكم بالغرفة السرية. اللي ما يدري وش الغرفة السرية، هو جروب موجود في الانستغرام نحدد فيه المحتوى اللي أصوره وأنزله في القناة. خيرت المتابعين على مشاهير مرة كثير، وأغلبكم صوت لي أنا. أغلبكم يبي يشوف الجانب الأسود من حياة دايلر، فمن غير ما أكثر بالكلام اليوم يا جماعة بعطيكم الجانب الأسود من حياتي أنا. للي جديد في القناة وما يدري، إحنا عندنا جيفاوي يا جماعة على بي سي كام وترايبود وإضاءة، فعليا كل شيء يخليك تطلع بالجودة هذه. وراح أعلن عن الفايز يا جماعة في الحلقة هذه، فأنتم شوفوا المقطع. في نص المقطع أنا راح أعلن مين الفايز، ولكن قبل ما نعلن عن الفايز حاب أقول لكم إن في جيفاوي هذا الشهر على 5 ايفونات ايفون 15 برو ماكس. يا جماعة أنا جوالي 14 ومكسر، فيا ليت لو واحد منكم يفوز يعطيني واحد من الايفونات اللي بتجيه جيفاوي. شروط المسابقة جدا بسيطة، كل اللي عليك تسويه تشترك في القناة، تحط لايك على المقطع، وتكتب تعليق وتحط فيه حساب الانستغرام علشان أقدر أتواصل معك. تكتب 1 2 10 مليون 5 إيه، كل ما زادت الكومنتات زادت فرصتك إنك تفوز معنا بالايفون. وراح أعلن عن الفايز يا جماعة في تاريخ 18 نوفمبر، فخليكم جاهزين. المهم خلونا ندخل على الجانب الأسود من قصة اليوتيوبر دايلر. تبدأ القصة في الرياض في مستشفى الحمادي تاريخ 15/5/2001. انولد عبد العزيز ربيع الدليجان يوم الثلاثاء فجرا. نعم يا جماعة أنا اتصلت على أمي وسألتها وقالت لي الفجر. وبعدها بكم يوم طلعوه من المستشفى وودوه حي الخليج. نعم يا جماعة كثير منكم يسمع حي الخليج وأغانيه وما يدري شو السالفة. حي الخليج يا جماعة هذا الحي اللي أنا ترعرعت وطلعت منه، وإلى يومكم هذا صحيح إني في دبي أنا أمثل حي الخليج. لما دايلر وصل البيت استوعب أن عنده أخوان، عبد الله، خالد ونجلة. عبد الله هو الأخ الأكبر، أكبر واحد بين إخوانه، بعدها يجي خالد، وبعدها آخر العنقود نجلة، بس أنا خربت عليها وصرت أنا آخر العنقود. سألت إخواني سؤال وأنا جاهز هذه الحلقة، سألتهم إيش كانت ردة فعلك لما طلعت أنا على هذه الدنيا. أختي نجلة كانت جدا زعلانة لأن أمي قالت لها راح تجيب لها أخت صغيرة، فلما اتصلت على الأهل وسألتهم ولد ولا بنت قالوا لها ولد، وقامت تبكي لمدة لا تطول عن الأسبوعين ونص. ولكن أخوي خالد كان جدا مبسوط لأن خالد ما كان عنده أشياء مشتركة بينه وبين نجلة، بحكم أنه ولد وهي بنت، فمن الطبيعي الاهتمامات تكون مختلفة. فلما خالد سمع أنه ولد قال بس بلاي ستيشن وكورة. فعلا كبرت على حب الكورة من خالد وعبد الله. لما سألت عبد الله هذا السؤال قال حسيت بمسؤولية أكثر. يا جماعة أول ذكرى أتذكرها في حياتي أن كان عمري تقريبا 3 أو 4 سنوات، وكنا في لبنان والفندق حقنا كان جنب البحر، فكل ما ندخل ونطلع من الفندق نشوف ناس مفاصيخ على البحر، مفاصيخ يعني كذا، فهمتم؟ وكنت كل شوي أصيح لا تودون الطريق اللي كل قلة أتى، لا تودون الطريق المشكلة الحين أنا كبرت وقاعد أدور الطريق هذا، ما أدري وين الطريق، قلة الأدب. امزح يا جماعه امزح، بس فعليا يا جماعه هذه اول ذكرى اتذكرها في حياتي، ما اذكر اي شيء ثاني. لما صار عمر دايلر 5 سنوات دخل مدارس التربيه النموذجيه، دخل التمهيدي، وهناك دايلر حصل اول حب في حياته. نعم يا جماعه الله الحب. اقول لكم شعر الحب، انا اتوقع اني قلت القصه هذه من قبل ولكن برجع اقول. دايلر كان عمره 5 سنوات وكان رايح حديقه الحيوان مع حبيبته. نعم حبيبته. نعم دايلر كان جالس في الباص مع حبيبته يمسكون الايادي ويتكلمون عن المستقبل. دايلر كيف كان عمرك 5؟ ما لكم دخل، احنا كنا نشوف الحياة بطريقة غير. المهم كنا في الباص ورايحين حديقة الحيوان اللي كانت في الرياض. طبعا هذا كلام اول يعني تقريبا 2006، يعني الحين الرياض غير. المهم ارجع واعيد واكرر واقول لكم انا في الباص كنت جالس مع الحب، فرحت عند الاستاذة وقلت لها ارجوكي انا احتاج ان استخدم دورة المياه. فقالت لي الاستاذة عزيز روق المانجا، راح اجلس بكرسيك شوي ونوصل حديقة الحيوان، روح سوي اللي تبي هنا. فرحت وجلست في كرسي جنب حبيبتي حبي الابدي الابد I love you. المهم جلست في الكرسي ولعل الموضوع طول وحديقة الحيوان طلعت بعيدة جدا، ما قدرت استحمل فرحت سويتها على نفسي وعلى حبيبتي. بعدها كل طلاب الفصل هربوا مني، الكل تقدم لقدام وانا جلست ورا. ولما وصلنا حديقة الحيوان الاستاذة ودتني الحمام عشان انظف نفسي واغير ملابسي، وطلعت من الحمام ولا اشوف الحب ماسكه يد واحد ثاني. وبعدها يا جماعة اعتزلت الحب. في الابتدائي بدت شخصية دايلر تتكون، ووقتها ما كنت دايلر، كنت دي جي. لا مو دي جي حق الاغاني، الطلاب يسموني دي جي، المدرسين يسموني دي جي، فعليا كل الناس صاروا يسموني دي جي لأن بكل بساطة اختصار لاسم العائلة. كنت في المدرسة انا المهرج، فعليا مستعد اضحي بدراستي كلها بس علشان اخلي شخص واحد يضحك، مستعد انطرد من الفصل، مستعد اني انضرب من المعلم، مستعد اني اروح المدير وغير كذا كنت العب كورة لفريق المدرسة، مو دوري الفصول والاشياء الغبية هذه، لا دوري المدارس، يعني المدرسة تلعب ضد مدارس ثانية بالرياض. كنت يا جماعة جناح أيسر، لا حد يضحك لأن الكلام هذا صف رابع 5 ابتدائي. أنا أعرف إني جدا سيء الحين بس خلاص شيبت، اعتزلت الكورة من بدري زي بروسكي. المهم يا جماعة أنا كنت جناح أيسر وكنت فعليا أخلص أي كورة توصل لي، بس مو في المرمى يا جماعة، في وجه أي أحد من الجمهور، سواء جمهور فريقنا ولا جمهور اللي ضدنا الله يرحمهم.
بس في لحظه يا جماعه مستحيل انساها. كنا عند المربع حق الحارس حقنا والكره وصلت لي، وشفت ان حارسهم شويه متقدم قدام شويه متقدم قدام، هو كان قصير وقتها، احنا كنا بزران، فانا شته بس، وعندك جمهور المدرسه ورا المرمى والموضوع كله صار سلو موشن. الكوره كانت طايره كيلو فوق، واشوف المدرب حقي نزيله واشوف الحارس حقي نزيله، فعليا الكوره طارت بعيد كذا فوق ما ادري وين راح، يمكن كوكب ثاني، بعدين نزلت خلعت جول، والمدرسة كلها قامت تصارخ وقاموا يرفعوني عزيز. هذه كانت آخر مباراة كرة ألعبها في حياتي. آسف يا جماعة راح أوقف عليكم القصة علشان نشوف مين فاز معانا بالجيف أواي. مبروك يا حب، شيك على الخاص. وللي ما فاز معانا مسابقة هذه الشهر، عوافي فعليا كل شهر راح يكون في مسابقة. ولصناع المحتوى اللي كانوا يبغون نصايحي، تحت في الديسكربشن راح تحصل رابط الغرفة السرية. إذا عندك أي سؤال عن الكاميرات، عن برامج المونتاج، عن أي شيء له دخل في اليوتيوب، ادخل الغرفة السرية وراح أساعدك إن شاء الله. وبس خلونا نكمل القصة. ولكن يا جماعة قصتي في المدرسة ما كانت طول الوقت فراشات وورود، لا القصة تصير حزين. في الصف الثالث ابتدائي اكتشفت اليوتيوب، ونزل أول مقطع لدايلر في سنة 2009 مع أولاد خالتي فهد وبدر. فهد أكبر مني بسنة وبدر أصغر مني بسنتين. كانوا بدر وفهد يا جماعة شركائي في أي جريمة، فعليا أقرب الناس لي. ما كنت قريب للطلاب بالمدرسة، بس كنت مرة قريب لفهد وبدر، لين ما جاء أتعس يوم بحياتي، اليوم اللي قررت أصاحب فيه واحد من المدرسة. هذا الواحد يا جماعة أنا قلت له عن قناتي باليوتيوب، قلت له اسمع ترى أنا أنزل مقاطع على اليوتيوب وهذه قناتي، بس اسمع لا تقول حق أحد، ما أبغى أحد يدري. والولد هذا حفزني على الفكرة، قال لي جو هيد والله أنا بعطيك أفكار بنشتغل مع بعض. فأنا تحمست إن أخيرا صار عندي واحد يفهمني في المدرسة. فجأة يا جماعة اليوم اللي بعده أكتشف إن الولد هذا قايل حق المدرسة كلها عن قناتي. فعليا كل الطلاب شافوا مقاطعي، كل الطلاب كانت تضحك علي. فعليا يا جماعة كل طالب في المدرسة وقتها كان يتنمر علي. الموضوع كان جدا سيء لدرجة إني كنت أقضي أغلب وقتي في الحمام علشان الطلاب ما يتنمرون علي. ما كان عندي شيء اسمه فسحة لأني مقضيها في الحمام. وصلت مرحلة يا جماعة إني أهرب من المدرسة قبل لا يطلعون الطلاب، علشان لما أطلع من المدرسة ما يتنمرون علي. يعني الموضوع كان جدا سيء. يعني صحيح إنه مر الزمن وخلاص كبرت والأشياء يعني الدزمات وعوافي، فهمتم؟ بس حتى وأنا أتذكر هذه الأشياء إلى يومكم هذا الموضوع يضايق. ولأي ولد قاعد يعاني من هذا الشيء حاب أقول لك إنك أنت بتكون أحسن من الشخص اللي يضحك عليك، وهذاني أكبر مثال. سمعت قصص كثير عن الطلاب اللي كانوا معي في المدرسة، الطلاب اللي كانوا يضحكون علي. هم الحين في مكان في الحياة، الحمد لله إني ماني في مكان. فعشان كذا لا تخلي أي شيء يزعلك، لأن صدقني الجاي أحسن. اللي ضحك في الموضوع يا جماعة إن هذا الطالب اللي جاب فيني العيد بعد مرور الزمن أخته الصغيرة صارت فانز لي وطلعت مرة في فلوجاتي. دخلت المتوسط أو بالأصح نفس ما يسمونه باقي العالم الصف السابع، ووقتها قناتي كبرت، دخلت أول 100,000 مشترك. المهم للي ما يعرف أنا بالأساس صانع محتوى إنجليزي، وكانوا أغلب اللي يتابعوني أجانب. لين ما يوم من الأيام جاني اتصال من ولد عمي توبز. إي نعم يا جماعة توبز ولد عمي، يعني أبوه يصير أخو أبوي، فعليا ولد عمي. يجيني هذا السؤال يا جماعة فعليا في كل مقطع. المهم اتصل علي وقال لي عزيز في معرض هنا في الرياض، أنا جاي الرياض ودك تجي معي، بيكون في يوتيوبرز مرة كثير. بالبداية أنا ما كان ودي أروح، أنا إنسان جدا انطوائي وما أحب أصلا أطلع من البيت، بس سبحان الله وقتها عبود اللي هو توبز لزم علي قال لي لا لازم تجي لازم تجي، فرحت. ولما وصلت الايفنت هذا شفت يوتيوبرز مرة كثير، وهناك يا جماعة قابلت أغلب اليوتيوبرز اللي كانوا مكسرين اليوتيوب وقتها. ولكن في يوتيوبر واحد حسيت إنه مميز، حسيت إنه مختلف، حسيت إنه شخصيتي تماشي شخصيته، حسيت إنه كذا أعرفه من زمان. وهذا اليوتيوبر يا جماعة هو خلف زون. يا جماعة لو توبز ما اتصل علي وخلف ما صور معي مقطع يوتيوب كان مستحيل تشوفون دايلر يوتيوبر عربي. كان ما طلعت صامولي، كان ما طلعت مدرسة. لو هذاك اليوم أنا ما رديت على توبز كان ما بتشوفوني يوتيوبر عربي. فأي نعم يا جماعة توبز وخلف زون فعليا غيروا مسار الكارير حقي 180 درجة. بعد ما صورت مقطع مع خلف الناس حبتني، وحب الناس نعمة من رب العالمين. ووقتها ما كان عندي محتوى عربي على القناة، كل مقاطع إنجليزية، ففعليا التعليقات كلها صارت تطلب محتوى عربي. فقررت إني أفتح قناة جديدة اللي هي هذه القناة، وأنزل أول مقطع في تاريخ 6 جنوري 2017. ومن غير مبالغة يا جماعة أول مقطع لي جاب 1,000,000 مشاهدة بأول يوم، ثاني مقطع، ثالث مقطع، رابع مقطع، لين ما نزلت 65 مقطع خلال 6 أشهر يا جماعة. فعليا يا جماعة ال 65 مقطع ذولي كل واحد منهم أقل شيء 1,000,000 مشاهدة، منها وصل 5 مليون، منها وصل 3 مليون. كانت بدايتي جدا أسطورية، وخلال 6 أشهر يا جماعة وصلت 960,000 مشترك، يعني باقي 40,000 على المليون. لين ما جاء اليوم التاريخي اللي كنت راكب فيه السيارة مع الشباب وشغلت لحن من اليوتيوب، وجاء دايلر قال كلماتها السحرية. ذاك اليوم كنت رايح البقال، فعليا ما يحتاج أشرح وش صار. 7 مليون مشاهدة خلال 5 أيام، ودخلت أول 1,000,000 مشترك بأول 6 شهور من قناتي العربية. في خلال أول شهرين صامولي صار عليها 40 مليون مشاهدة. يا جماعة تدرون
تدرون قبل لا اكون يوتيوبر انا كنت اديتور. بديت اشتغل اديتور لما كان عمري 14 سنه. كنت وقتها ادخل فلوس مره كثير لاني كنت اشتغل للشركات الكبيره. ومن عمري 15 سنه ما كنت اطلب فلوس من اهلي، سواء كان مدرسه، سواء كان مصروف، سواء كان ابي اطلع برا. الحمد لله من عمري 15 سنه وانا شايل نفسي بنفسي. الحمد لله. الحمد لله يا جماعه. بعمر 16 شريت حق ابوي سياره، بعمر 17 شريت حق نفسي سياره، بعمر 18 شريت حق نفسي بيت، ورحت اعيش في دبي والى يومكم هذا عايش في دبي. نزلت مدرسه، اسف، جريمه، رساله، صورت مقطع مع KSI، كيف جينا مع بعض ما ادري، حفله بالكويت بوف، حفله بدبي بوف، غنيت مع تامر حسني بوف، حفله في مصر بوف، سجن. كذا خلاص. اذا كنت اتوقع اني راح اتكلم عن السجن في حلقه اليوم فانت غلطان، لاني خلاص انا وصلت مرحله ما احب اذكر الموضوع، ما احب اتكلم عنه، ما احب اشرح عنه. سويت عنه سلسله كامله، اذا ودك يمديك تروح بعد المقطع هذا وتروح تشوف السلسله كامله. يعني السلسله هذه جدا رهيبه، ولكن خلاص صار على الموضوع 3 سنوات وداير تغير الا افضل. ما ابغى يا جماعه قصه نفس كذا تخرب اللي قاعدين احنا نشتغل عليه حاليا. فعليا جدا فخور فينا، ما بقول بنفسي لان حتى انتم كل يوم قاعدين تبهروني بالدعم المتواصل. شكرا، يعطيكم الف عافيه. وبس يا جماعه، هذه كانت حلقه اليوم، اتمنى انها عجبتكم. اذا انت مو مشترك بالقناه اشترك، لا تنسى الجيف اواي، الشروط جدا بسيطه، لايك سبسكرايب وشير. معكم داير، سلام.